باسم هو كان فاكر ان انا زعلت عشان هو اتريق على الباروكه. خالص انا اول واحد ضحكت على الباروكه، اول ما طلع ضحكت موت. قفلت لما جاب بقى عمال يقول راجل راجل راجل. ليه كده؟ ليه يعني؟ لا الوقت ولا الزمان ولا المكان ولا اي حاجه تسمح بان ده احنا بنتضرب يعني في عقل شويه بقى، عقل شويه. ما هو كتر الهزار برضو يعني بس انت كان عاجبك البرنامج بتاع باسم؟ انا كنت بتفرج عليه على طول. حكي عليه. ده حقيقه. يعني انا ما انكرتش، لكن انت دخلت في منطقه ما ينفعش خالص. ما انا واحده من الناس اللي نزلت 30/6، ما ينفعش انك انت في النص تقول انقلاب يعني انت قصدك الخلاف سياسي؟ طبعا الخلاف خلاف سياسي طبعا. بس وارد الخلاف السياسي يكون في بيت واحد. ما هو يعني انت عارفه النهارده الاسر المصريه تخش البيت في بيت واحد يبقى فيه 3 كده و3 كده. ما ينفعش بقى في حته حساسه قوي، ده وقت حساس جدا. ده 30/6 يعني انت بتكذب في ايه؟ لا. وبعدين جاب جماهير تاني ونايم على سرير تاني وخوض كلمه، يعني بقت مصر عاهره. يعني الخلاف هو خلاف على الراي، مش خلاف عشان خاطر انت زعلانه منه شخصيا. يعني مفيش زعل شخصي؟ لا. يعني لو شفتوا بعض تسلموا على بعض؟ يبقى كويس مع بلده ووطنه وشعبه اللي هو اهم حاجه، اهم من. لا بس انت مؤمنه بفكره، انت قلتي لي من شويه قلنا الديمقراطيه والمهلبيه. احنا قلنا المهلبيه ما تنسيش. المهلبيه بس هي يعني هو احنا لازم نقعد نشتم؟ لا الديمقراطيه يعني في راي وراي اخر، لكن اذا ما فيش خلاف شخصي يعني اذا هو بادر وانت بادرتي ممكن تتصالحوا على بعض. طبعا اكيد. انا بدعوكم انتوا الاثنين تتصالحوا مع بعض. انت ما عندكيش مانع صح؟ لا ما عنديش مانع. هو ما اخطاش في حق. انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي يعني بالنسبه لي ده شيء عادي جدا. انا بقول لك لما شفت الباروكه ضحكت بجد. بس هي ما كانتش باروكه، هو كان شعري، وهو المكان مكتوب انها شهرزاد. فانا قلت ايه شهرزاد؟ بس ما حاجه غريبه بقى. انا على طول بطلع غادة عبد الرازق عامله شعرها وحاطه ميك اب ولابسه، فحتى لبست فستان شويه اسطوري كده وعملت شعري قديم قوي اللي هو زي ماري انطوانيت وبتاع، وقلت اعمل كده يعني لوك جديد. فهو ما عجبوش ان انا كنت بتكلم على الاستاذ الفريق اول. حلوه الاستاذ كنت عايزه اقول اسمه ده المشير. سياده المشير. وانا بجيب اسمه فكسفت وضحكت كده فجابني، وبعدين انا قعدت اضحك يعني ضحكت. كانت لذيذه بامانه. كانت لطيفه. انا اتلجلجت وخفت وبتاع وقلت الاسم فاتلجلجت فيه. بعدها على طول لقيته داخل بقى تراخ 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 تراخ. انا بص اصلا انا وطنيه زياده عن اللزوم وبتاخدني الحماسه فما قدرتش. يعني اذا الصلح مع باسم وارد. الرد عندك يا باسم دلوقتي يعني غاده هي ايوه بس برضه لازم يحب بلده. ده موضوع اكيد كلنا بنحب بلدنا كل واحد بطريقته، لكن مفيش خلاف شخصي. مظبوط؟ لا خلاف شخصي لا. خلاص انا منتظر من باسم يرد على غاده عشان نتم الصلح. يبقى احنا عملنا خير برضه في هذا الموضوع.